في إحدى لقاءاتنا اليوم نتعرف على المخرج والكاتب السينمائي العراقي الدكتور طارق الجبوري، والذي أصدر 3 كتب في مجال السينما. سيتحدث إلينا خاصة في هذا اللقاء حول فيلمه الأخير الكعكة الصفراء. المخرج السينمائي والتلفزيوني الدكتور طارق الجبوري درس وتتلمذ في كلية الفنون الجميلة في بغداد على يد أساتذة متخصصين في الفن السينمائي في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وعمل في هذا المجال عقود طويلة في العراق، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية في بلدان عربية وأجنبية. وانطلاقا من خبرته العلمية وتخصصه الأكاديمي في سينما الحرب وسينما الخيال العلمي، يعمل على بلورة رؤيته السينمائية المتكاملة في تناول الواقع السياسي والاجتماعي العراقي، لكون السينما باتت وجدان العالم، ولأنها تؤرخ لتراث الشعوب وأداة للدعاية لدى الأنظمة حين تريد ذلك. أنا بال 72 73 قدمت لكلية الفنون الجميلة، وما كان اكو شيء اسمه سينما بكلية الفنون الجميلة، كان اكو مسرح. بس احنا اقنعنا استاذنا الكبير المرحوم جعفر علي، وهو مخرج كبير، انه يأسس لقسم سينما، بما انه انت عندك كل التكنيكال اللي موجود، فليش ما تأسس قسم للسينما؟ بعد تردد كذا قدرنا نحقق تأسيس قسم للسينما، وأنا كنت واحد من الناس اللي مقبولين، واحنا 10 6 عراقيين و4 عرب. يؤكد الدكتور طارق الجبوري أن العراق بعد تغيير عام 2003 يعيش يقظة ثقافية وإعلامية كبيرة، وبحاجة لإنشاء سينما جادة، لأن العراق يمتلك تجربة سينمائية على مدى 70 عاما، وإن لم ترتقي إلى سينما احترافية، بمعنى أفلام غير جماهيرية وليس فيها مسحة تجارية، ويدعو إلى ضرورة معالجة غياب الدقة في التنظيم السينمائي والتمحيص بالسيناريوهات والأشخاص، وفي اختيار بعض العناصر في الإخراج والتصوير، من أجل خلق منظومة عمل إنتاجية سليمة تجعل السينما العراقية تتطور بالاتجاه الصحيح. بصراحة بعض الناس والأصدقاء سواء من العراق أو من خارج العراق يقولون إن أنتم عندكم خزين ثري للسينما، لكن السينما، أنا من أكون ضد الإرهاب يجب أن عندي ملكة، يعني ميزانية، وعندي فريق سينمائي عامل، وعندي تسويق، وعندي اللي يسموها أسس صناعة السينما. هاي الدولة مو يمي، الدولة مو يمي حتى أسوي أنا يعني حطم شوكة الإرهاب. لازم تعطيني فلوس وتجيب لي كتاب وتجيب لي كاميرات وتجيب لي ممثلين وتجيب لي إلى آخره، يعني أنت تسوي لي آلية كاملة، يونت كامل حتى أشتغل به. أعتقد أنه إحنا العراقيين المفروض تكون عندنا خبرة كبيرة جدا في سينما الحرب، لأن العراق يحارب منذ 50 عام، ولا زالت يعني الحرب حامية الوطيس في العراق وعلى كل الجبهات. نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا فيلما حربيا، نحن بحاجة إلى مراسل حربي الحقيقة كي نصل إلى مرحلة من الشفافية ما بين الجمهور المتلقي وكذلك يعني جبهات القتال، حتى الناس تعرف ماذا يحدث في العراق. في العراق لدينا مشكلة في عملية المرسلة أصلا، ناهيك عن يعني مهنة أو مهمة المراسل الحربي. الحرب تحتاج لمراسل خاص، مراسل مدرب يعرف كيف يتعامل مع الانفايرمنت اللي يتضمن على خطر، يحتاج ان يكون شخص مدرك لاهميه الرساله اللي يبثها، كيف انه هاي الرساله ممكن ان تكون يعني مصدر او نقطه انطلاق لهزيمه، ممكن ان تكون نقطه انطلاق لرفع معنوية الشعب أو معنوية القوات المسلحة. في بعض الأحيان يكون المراسل الحربي يبث دعاية للخصم أو لجهة إرهابية أو معادية من دون أن يكون مقدر لهذا الشيء. أما بخصوص فيلمه الأخير الكعكة الصفراء، الذي شارك ضمن سلسلة أفلام بغداد عاصمة الثقافة العربية عام 2013، فقد كان أول فيلم أكشن عراقي تم تنفيذه وإنتاجه من قبل دائرة السينما والمسرح لحساب وزارة الثقافة العراقية، تناول قصة أسلحة الدمار الشامل للنظام البائد،
وعكس فيه ما مر فيه العراق بالكثير من الحروب والويلات والتأخر والمعاناة بسبب السياسات السابقة. وينبه الجبوري إلى أن سينما الحرب لا تعني بالضرورة إعادة تذكير الناس بمشاهد الموت والدمار، وإنما تسجيل فترة مهمة من تاريخ البلاد بغية استخلاص الدروس والعبر منها، وأن بإمكان السينمائي المقتدر أن يخلق من المأساة جمالية خاصة تؤثر في النفوس وتدعوها إلى نبذ العنف والقسوة. فحوى فيلم الكعكة الصفراء هو ليس بعيدا عن كذلك سينما الحرب. يبدو لي أنه الدكتور طارق الجبوري، المخرج طارق الجبوري، تستهويه لعبة الحرب، لذا يعني راه قد قدم رسالة الماجستير عن سينما الحرب، وفيلمه الأخير الكعكة الصفراء يتناول موضوعات الأكشن، لكن هو بالنهاية هو فيلم حربي تقريبا. أعجبتني رؤية الدكتور طارق الجبوري من خلال فيلم الكعكة الصفراء. أولاً هو مدرك لأهمية الرسالة، مدرك لخطورتها بالنسبة للمواطن والإنسان العادي، كذلك حقيقة لديه عظمة إذا صح التعبير في أن يتعاطى الموضوعات بشكل إيجابي مستقل، ليس فيه انحراف، فيه موضوعية، والموضوعية تعني احترامك للمشاهد. في نهاية رسالتنا من لندن لهذا الأسبوع، أشكر لكم طيب المتابعة، وحتى لقاء آخر. هذا أبان وجميع طاقم العمل نحييكم، دمتم في رعاية الله.